درهم المغربي. درهم المغربي. الدرهم المغربي. درهم المغربي. درهم المغربي. ولينا تنضربوا الاورو، هادي اورو ماتشا بطاطا اورو خيز اورو شاوت خويا هادشي بزاف هادي كنا خويا هادشي راه كثير ارخص اكله عندنا في المغرب هي بيم هي ماتشا البيض وماتشا دابا صافي بغينا نعودو نديرو البيض هو غلا مشات هاد الاكله هادي هي اللي كنحبها محبوبه الجماهير هي البيض وماتشا معروفين بها حتى هي خويا غلات الله يدير شي تويت الخير من عنده صافي لا اله الا الله محمد رسول الله. وكلنا الله على هذا الفرنسيس اللي وطنا عليه واحد العدد ديال العشاء كلنا الله عليه كلنا الله عليه. قبل ما نبداو هذا نداء لجميع المغاربه، كما كتعرفوا خوتنا في ورزازات محاصرهم الثلوج على ارتفاع 1.5 متر ومقطوع عليهم الطريق مجموعه من الدواوير ما انهم ما ياكلوا ما انهم باش يدفاو. طبعا هذا نداء لجميع المغاربه اللي يقدر يتساعد معهم في هذه المحنه نكون له من الشاكرين. نرجعوا للموضوع ديال الفيديو ديالنا وباش تفهموا اكثر خليكم مع شنو واقع هذه الايام. عبد الرحيم موظف عادي كيتخلص 3000 درهم في الشهر والحلم ديالو يشري موطور باش يوصلو الخدمه ديالو دغيا. قرر يمشي يشوف الثمن ولقى الموطور داير 5000 درهم وباش يجمع هذا المبلغ قرر انه يخبي كل شهر 500 درهم. وبعد عام من التقشف جمع عبد الرحيم 5000 درهم وقرر يمشي يشري الموطور، لكن فاش وصل للمحل لقى الموطور ولا داير 9000 درهم، يعني القيمه ديال الموطور تزادت ب 4000 درهم. هاد الايام واقع واحد التضخم كبير لدرجه ان الحاجه اللي كانت تساوي 5 دراهم ولات تساويه اضعافا مضاعفه. كيقولوا على ان سبب هذا الشيء راجع لجوج الحوايج، الاولى ارتفاع اثمنه السلع دوليا وغياب المراقبه داخليا، والثانيه هي قيمه العمله اللي ماشيه وكطيح مقابل الدولار. وهذا هو موضوعنا اليوم. قبل سنتين تقريبا قرر المغرب يقوم بتعويم الدرهم. هذا التعويم كان جزئي يعني ماشي كامل. هذا التعويم الجزئي خلى الدرهم باقي شاد في السوق الدوليه، لكن مع توالي ضغط صندوق النقد الدولي اللي باغينا نمشيو لتعويم كلي للدرهم بدات كتبان بوادر سقوط العمله المغربيه. هذا صندوق النقد الدولي اللي كيسلفنا بغانا نوليو بحال لبنان، بحيث ان لبنان بدايه هذا الشهر كان الدولار ساوي 1500 ليره لبنانيه، دابا عرفتوا شحال وصل الدولار؟ 15000 ليره لبنانيه. يعني اللي كانت عنده مليون سنتين بالعمله اللبنانيه غادي تولي قيمتها 1000 درهم. وهنا كنتفكر مجموعه من الناس، مجموعه من المغاربه اللي عندهم مئات الملايير وخازنينها، وغنفرقوها شويه على الفقراء في هذه الازمه اللي كنعيشوا هذه الايامات هذه. يعني الكثر راه ما فيه الجيوبه. دابا غادي نجيو للمغرب. بالنسبه للدرهم المغربي حاليا يستحيل انه يطيح ويفقد القيمه ديالو، لان البنك المغربي رافض يدير تعويم كلي للدرهم ورافض املاءات صندوق النقد الدولي. هذا الصندوق اللي غنتهناو منه قريبا، حيث المغرب غادي يخرج من المنطقه الرماديه وبالتالي غادي يولي يشد الكريدي من بلايص اخرى غير صندوق النقد الدولي، بالتالي غادي تولي الاملاءات ديالو غير ملزمه. لكن اذا كان الدرهم شاد مزيان دوليا والاسعار ديال المواد رجعت لثمنها الاول في السوق الدوليه، علاش الفلوس كتفقد قيمتها في السوق المغربيه؟ طبعا هذا السؤال الجواب ديالو هو سبب الفوضى اللي كتعرفها الاسواق المغربيه وضعف المراقبه على الشركات اللي كتبيع بالاثمنه اللي بغات وكتزيد وقت ما بغات. انا من وجهه نظري ان التضخم ما عنده علاقه برا، التضخم سببه الفساد وضعف المراقبه ديال الشركات الكبرى اللي محتكره مجموعه من الانشطه واللي ربحات حتى في اوقات الازمات، واللي خلاو البعض كيتاجر منهم على بمعاناه المغاربه وكيزيد باش يدير لاباس. اليوم خصنا نوقفوا واحد الوقفه ونتاملوا ونقولوا كاملين على اننا كنعيشوا واحد الازمه في البلد ديالنا، وهذه الازمه كتبغي روح المواطنه وكتبغي الراس مال الوطني اللي يضحي واللي يتضامن مع المغاربه في المحنه ديالهم. ما لا يعقل على ان مجموعه من الشركات اللي دخلت مجموعه من الارباح في سنه 2020 2021 2022 وفي 2000 وبدايه 2023، يعني في ظل الازمه وما كتعطيش. اليوم خاصنا نشوفوا مع هذه الشركات هذه تعطي جزء من الارباح ديالها للمغاربه، خصوصا الطبقات الهشه والفقيره. هذا هو التضامن اللي كنعرف انا. اما التضامن المغاربه راه كيديروه واحد كتلقاه في اسره هز 10 الناس، هز 5 الناس، هز 6 الناس، كلها داير من جهده. ولكن هذه الشركات اللي كتربح هاد رجال الاعمال خاصهم يكون عندنا رجال اعمال مواطنين ويكون عندنا راس مال وطني.
اللي كيبان لنا وقت الازمه، لانه اليوماتيه الى ما لقيناكم وقت الشده واش غادي نلقاوكم وقت الرخاء. اليوم محتاجين رجالات الدوله، وكنقولها وكنأكدها، محتاجين رجالات الدوله ماشي رجالات السياسه اللي كيشوفوا غير الانتخابات واللي يشوفوا المقاعد واللي يشوفوا شحال غادي يجيبوا. اليوم محتاجين رجال الدوله اللي تخطط للمستقبل واللي تنقذ هذا البلد هذا من هذه الازمه، واللي تتضامن مع المغاربه في الازمه ديالهم اللي كيعيشوها. تحياتي لكم والسلام عليكم.